كوكتيل الكيوي والليمون. طبعا كلنا عارفين الكيوي، هنجيب الكيوي عادي جدا. اوكي، يمكن سعر الكيوي دلوقتي رخيص، بقت بجنيه الواحده. في كمان ناس بتبيعه يعني طبق كده، مثلا يقول لك ب5 جنيه ب7 جنيه على حسب يعني، بس هو متعارف عليه ان الكيوي الواحده بجنيه. في طبعا ناس غير بتبيعه بجنيه ونص، لا احنا برده هنروح نشتري من عند ابو جنيه لانه هو. ومهم قوي ان احنا لما نجيب الناشف الجامد زي اللي معايا ده دلوقتي. اوكي، هعمل كوكتيل كيوي بالليمون هتشوفوه معايا، وايه الاضافات اللي ممكن تضيفها تديله قيمه غذائيه وكمان هيبقى مفيد قوي. ونبتدي زي ما قلنا لكم قبل كده يا جماعه، بجد نعود ولادنا ان هم يشربوا الكوكتيلات او العصاير الفريش. ولادنا متعودين على العصاير الجاهزه، مفيش مشكله، ولكن الافضل لما انا ممكن ادخل ابني او بنتي معايا المطبخ تعمل عصير كوكتيل وبكاسات وتحط يعني ديكور ليه، ما عندناش ايه. فجميل نبقى مجتمع بنجيب كل ما هو صحي وجيد في كل مجالات الحياه، مش بس في مجال الكوزماتيك والكوكتيلات والحاجات دي. ونقول لبعض نقطع 2 ثمر الكيوي هيتقطعوا، وبصوا حتى ملاحظين ان هو جامد مش طري. اوكي، طبعا لو عندك في البيت واحده طريه شويه تحطيها مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص، بس زي ما قلنا نشتريه جامد يبقى صحي اكتر، وعندك في البيت هو هيطلع. طبعا ده هيتضرب في الخلاط، ممكن تقطعيه باي شكل في الخلاط، وحط عليه نص كاسه ميه، لان انا دايما من الحاجات اللي انتوا قلناها لكم قبل سابق ان احنا لما نيجي نعمل عصير ما يهمنيش يبقى كمه كبير قد ما يهمني يبقى تقيل، يعني زي ما قلنا برضه، وكمان يكون في نسبه الفاكهه عاليه. طبعا الكيوي من الحاجات اللي فيها ميه، بس مش ميه كتير الحاجه. انا هنا هحط كاسه الا ربع ميه، لان الكاسه بتاعتي صغيره، بس ممكن لو كاسه اكبر. اوكي، عايزه اقول لكم ان الكيوي بالليمون من الحاجات الحارقه جدا 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 للدهون. يعني لما نحط كيوي وليمون انا بشرب حاجه بتحرق دهون بشكل كبير قوي وصحيه جدا ومفيش فيها مشكله. حتى الناس بعد الشر اللي عندها سكر او اي حاجه من الحاجات اللي كده ما بتعملهاش مشكله يعني. اوكي، انا كده عصرت على حبيتين او ثمرتين كيوي، ليمونه كامله. تمام، نعصر مع بعض كده خليها في مزازته. فهنضيف الحقيقه معلقه عسل ابيض هيحليه او سكر بني. انا هنا فضلت طبعا اضيف معلقه عسل ابيض عشان يبقى صحي جدا. اوكي، واضربه مره ثانيه مع بعض. كده انا ضفت معلقه عسل ابيض. دي حاجه لطيفه قوي ممكن نعملها، ان احنا ممكن نحط ترانشات الليمون. اوكي، انا هنا هحط ترانشه او 2 من ترانشات الليمون، بتقوي لي طعم الكوكتيل وفي نفس الوقت بتدي منظر حلو. طبعا دي اختياريه. نصب كده مع بعض الكوكتيل. ده كان الكوكتيل الكيوي بالليمون، ان شاء الله يعجبكم.